السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حاعمل معاكم ترند الشتا سكوب كوكيز من أشهر الترندات الشتوية، كده دافية ومرة لذيذة، فحتعجبكم إن شاء الله. فنقول بسم الله. في البداية حطيت صباع زبدة 100 جرام بدرجة حرارة الغرفة، حطيت عليها نص كوب سكر أبيض ونص كوب سكر بني رطب، وحأدعكهم بالسباتيولا كده، بس أجلس أدعك فيهم ألين لما أوصل لذا القوام. شايفين كيف كريمي أكتر؟ خلاص كده تمام. حأضيف عليهم حبة بيضة درجة حرارة الغرفة وملعقة كبيرة فانيلا، وحخلطهم بنفس السباتيولا بس كده خلط بسيط زي كده بس لين لما يتخلطوا. بعدين حأجيب المنخل وححط كوب ونص دقيق، وححط عليهم ملعقة كبيرة نشا ذرة وملعقة صغيرة بيكنج صودا ورشة ملح، وحأنخلهم. المكونات كتبتهم تحت في صندوق الوصف للي يبغى يرجع لهم. وفي الآخر انتوا حرين في موضوع الشوكولاتة. أنا استخدمت شوكولاتة بار وقسمتها. في البداية حقلبها بالسباتشولا وبعدين حأعجنها بيدي زي كده، وخلاص من أسهل الأشياء اللي ممكن تسووها. وبعدين في الصينية حأبدأ أكور كور أكبر من أحجام الكوكيز العادي بشوية كده، وألصقهم في بعض زي كده، وبعدين أضغطهم شوية كده أخليهم يتسطحوا زي ما انتم شايفين، وحدخلهم على فرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180. أخذت معايا ربع ساعة. شايفين كيف منظرها مرة حلو؟ طبعا تتقدم وهي حارة وهي حارة. حأبدأ أغرفها بسكوب الآيس كريم، حأسحب كده وأضغط شوية في الأطراف الصينية عشان تاخد شكل السكوب، وحأحطها زي ما انتم شايفين كده وهي دافية وبس. بعدين سيحت شوكولاتة وحطيتها على الوش زي كده. من ألذ الترندات، من جد من جد لازم تجربوها. مرة سهلة ولذيذة ودافية وتنفع للشتاء. وإذا زاد عندكم بعدين قبل ما تقدموها دخلوها على الميكروويف. وبس هذا هو الفيديو حقي لليوم. إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكولي هو وبس.